بوجه كلامي هاد لكل فرد من أفراد جيشنا السوري. الوضع بدرعا، الوضع الإنساني أكثر من كارثي. لا ماء، لا كهرباء، لا طعام، لا دواء، لا حليب حتى للأطفال. الجثث في الشوارع تتعفن، والأهالي ثكلى بأبنائهم إما المقتولين أو الجرحى أو المفقودين. الوضع لا يوصف، ودرعا معزولة بالكامل عن باقي المدن السورية، وأنتم أكثر الناس معرفة بالوضع في درعا. لذلك أخاطبكم الآن، لذلك أقول لكم: خذوا مواقعكم الصحيحة وتصرفوا حسب مسؤولياتكم وحسب ما يمليه عليه ضميركم. بدي أقول لكل عضو بالجيش السوري إنه أنتوا حماة الديار، أنتوا حماة الديار يلي كنا نهتف باسمكم كل ما نصدح بالنشيد العربي السوري. اليوم نحن بأمس الحاجة لإلكم، أهلنا بدرعا وأهلكم كمان بأمس الحاجة لإلكم. إياكم تتورطوا، إياكم تنجروا للشيء اللي عم يدعيكم عليه نظام. انتوا هلأ أمام أحد خيارين ما في لإلهم ثالث: إما تنضموا للشعب وتحموا هذا الشعب يلي هو بس عم يطالب بحقوقه ويظاهر بطريقة سلمية، وانتوا بتعرفوا هذا الشيء كتير منيح لأنكم انتوا بالداخل. إما تنضموا لهذا الشعب أو تبقوا مع النظام وتتورطوا باللي عم يجركم عليه النظام وتتلطخ إيديكم بدماء أهلكم. ولا أتمنى أبدا، ولا أحد يتمنى، ولا أعتقد أنه أنتم ستقومون بهذا الشيء، لكن في حال قمتوا بهذا الشيء فسيكون وصمة عار على جبينكم للأبد. حتى لو رحل النظام وجاء بعده 100 رئيس رح يبقى هذا الشيء عار عليكم. فبتمنى أنه أبدا لا تتورطوا بهذا الشيء. إياكم تطلقوا رصاصة واحدة بوجه واحد من أهلكم. إياكم تطلقوا القذائف على أنابيب المياه وخزانات المياه ليجوعوا الناس بدرعا أو بأي مدينة أخرى. أنتوا اليوم أصحاب القرار، أنتوا اليوم الوحيدين اللي قادرين تخرجوا سوريا من هاي الأزمة. خذوا مسؤولياتكم وتصرفوا. بعرف إنه الجيش وكل جندي وكل عنصر من عناصر الجيش هو كشخص يأتمر أو يسمع ما يقال له من أوامر يقوم بتنفيذها، بس بعرف كتير منيح إنه أنتوا كأفراد بالجيش موجودين لحماية الشعب ضد أي خطر، مو لحماية النظام لحتى يسيطر أو يسقط الشعب أو يقتل الشعب. دوركم إنكم تحمونا. ما رح يكون لنا حدا تاني يحمينا، وما رح أطلب، والشعب السوري ما رح يطلب يمد إيد المساعدة لأي شخص لحتى يساعده، لأنه أنتم موجودين. بوجودكم نحن منا بحاجة لأحد آخر إنه هو يحمينا. إذا أنتم رفضتوا هاي الأوامر بقتلنا، رفضتوا أوامر إطلاق النار أو الاستبداد اللي هلأ عم يطلبه النظام منكم، فرح تنجوا سوريا من الورطة اللي هي فيها. وإلا فسوريا رايحة لتصير حمام دم. الوضع جدا حساس وجدا دقيق وجدا خطير، وهو هلأ معلق برقابكم ومسؤوليتكم الجسيمة والكبيرة، وانتوا أصحاب هاي المسؤولية. فكونوا قدها، كونوا قدها. بطلب منكم تكونوا قدها، وعندي أمل كتير كبير انكم رح تكونوا قدها. لا تتركوا أي واحد من أهلنا أو من أهلكم إنه يموت. انتوا أهلنا ونحن أهلكم. لا تفرطوا بالشعب السوري ولا تفرطوا بسوريا. مو معقول نحن نستنجد بأحد آخر وعنا جيش سوري نحن بنعتز ونفتخر فيه. ما رح نطلب من أحد آخر غيركم انتوا. بهذا الظرف الصعب انتوا أملنا، والنظام راحل. النظام أساسا فقد شرعيته أخلاقيا وإنسانيا بعد كل الأفعال العنيفة اللي صدرت منه. فكونوا مع الشعب، لأنه أنتوا أفراد من هذا الشعب. كونوا معنا، وفي خط أحمر يقدر أي جندي يقول لا
لما بيتعلق الأمر إنه هو يقتل أهله ويقتل شعبه يلي هو موجود لحمايته. برجع بذكر هاي مسؤوليتكن، فخدوا مسؤوليتكن وكونوا على قد هاي المسؤولية ولا تخيبوا أملنا. انتو بهاي اللحظات أملنا الوحيد. كونوا معنا ونحن معكم، وأنقذوا درعا وأنقذوا كل المدن السورية وأنقذوا سوريا. ويحيى الشعب السوري وتحيا سوريا حرة وآمنة.